نظم الاتحاد العام للعمال والفرع النقابي للأطباء المقيمين حفلا تكريميا على شرف الإخوة والأخوات الذين أحيلوا على التقاعد سنة 2023 بحضور كل من السيد مدير المركز الاستشفائي وإطارات المؤسسة والفرع النقابي وكل من السلطات المحلية والعمال. هذه المبادرة جاءت تحت اسم الممرض والإطار النقابي المرحوم بيدر أمين الذي أعطى الكثير لقطاع الصحة وبالأخص أثناء الجائحة التي حلت بالبلاد. كما اختتم الحفل بتكريم عائلة المرحوم وكل من المتقاعدين والمشرفين على هذه الاحتفالية. تغطية لبسمة الأمال بوتنزال. الاتحاد العام للعمال الجزائريين على هذه المبادرة القيمة على شرف المرحوم السيد بيدار أمين، كما نشكر السلطات المحلية على حضورهم الشخصي وأعضاء المجلس الشعبي الولائي. يعني هذه خسارة، يعني خسرنا إنسان شخص عزيز علينا، موظف وعامل من عمال الصحة الذين أوفوا بحياتهم أثناء جائحة كورونا ومدوا يعني على مستوى ولاية سيدي بلعباس وعلى المستوى الوطني. المرضى ماهمش تاع ولاية سيدي بلعباس، تاع كاع الجزائر. اليوم هذه المبادرة درناها للوتريتي تاع سنة 2023 المستشفى الجامعي عبد القادر حسين من تنظيم الفرع النقابي، ونشكر ثاني مسؤولين المستشفى اليوم يساعد وما نقول لهم على حاجة في خدمة العمل، راهم يجوا يوقفوا معنا بارك الله فيهم. بزاف بهذه المبادرة اللي قاموا بها وكبروا بينا وفرحوا بينا وكرمونا ورانا نشكر. أولا نشكر الفرع النقابي تاع على رأسهم بالحاج مختار والإدارة تاع المستشفى، ونترحموا على سي بيدار وأخونا وقدم معنا وجميع المتلمات.